اللي انت حاسس بيه دلوقتي مش ضعف ولا هبل ولا انك مش عارف تتحكم في نفسك. ده طبيعي جدا، لانك كنت متعود على شخص كان بيديلك احساس بالامان، بالكلام، بالاهتمام، بوجوده. وفجأة الشخص ده اختفى، فدماغك اتلخبطت، مشاعرك بقت ملخومة. اللي بيحصل جواك مش حب، دي حالة انسحاب. زي لما تبطل عادة كنت مدمنها. بتحس بإيه بقى؟ بتسهر طول الليل، دماغك مش بتسكت، بتفكر في كل لحظة حصلت بينكم. بتقوم من النوم تعبان ومش عايز تقوم من السرير أصلا. مش قادر تركز في شغلك أو مذاكرتك، مهما تحاول دماغك ترجع تفكر في نفس الشخص. مش عايز تخرج، ولو خرجت بتحس إنك غريب ومش مبسوط. كل شوية تبص على موبايلك يمكن يكون بعتلك، حتى لو عارف إنه مش هيبعت. بتفضل سرحان ومش طايق الناس. كل ده طبيعي، لأن جسمك متعود على جرعة من المشاعر وقفت فجأة. بس الحلو في الموضوع إن دي مرحلة، وهتعدي لو عرفت تتعامل صح. أول خطوة، أول أسبوعين، اوعى تكلم الشخص تاني. خد قرار واثبت عليه. امسح رقمه، بلوك لو محتاج، بس الأهم توقف تتابع أي حاجة تخصه. لما يجي في بالك ما تهربش، خد نفس عميق وقول لنفسك هو خلاص وأنا خلاص. اكتب كل يوم اللي حاسس بيه على ورقة، حتى لو كلام ملخبط، ده بيطلع الوجع بره دماغك. كل يوم اعمل حاجة بسيطة لنفسك. اتمشى شوية، اسمع أغنية بتحبها، أو اتعلم حاجة جديدة. المهم تحس إنك عايش، مش مستني حد. بعد أول أسبوعين، لما الوجع يخف شوية، ابعد عن أي حاجة بتفكرك بيه. صور، أماكن، أغاني. ابدأ تطلع تقابل ناس بتحبك فعلا، صحابك القدام. جرب حاجات جديدة، كورس، هواية، رياضة، حتى لو بسيطة. لما تيجي تفكر فيه، فكر في الأسباب اللي خلتك تسيب العلاقة، مش الحاجات الحلوة بس. كل مرة تقوم من السرير وتكمل يومك، دي خطوة قدام. بعد شهرين، مرحلة البناء. ابدأ تبني نسخة جديدة منك، واحدة مش محتاجة تتعلق بحد. اكتشف نفسك، اعرف بتحب ايه وبتكره ايه وبتتعب من ايه. كل يوم اعمل حاجة صغيرة تثبت لك إنك بتتحسن، حتى لو مجرد إنك بقيت بتضحك أكتر شوية. لو لسه بتحس بالوجع، عادي، بس خليك فاكر إنك بقيت أقوى من أول يوم. بص، التعلق مش معناه إنك ضعيف، ده معناه إنك كنت بتحب بصدق. بس دلوقتي دورك إنك تحب نفسك بالصدق ده. خليك النسخة اللي نفسك تقع في حبها. ولما توصل للسلام ده جواك، هتعرف تختار الشخص اللي يستحقك فعلا.